السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hi there. معكم مستر محمد عبد الصمد، وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن the imperative case or the imperative, the verb in the imperative، الفعل الأمر وخبايا فعل الأمر. وفعل الأمر ليه خبايا؟ في حاجات احنا عارفينها وفي حاجات ممكن حضراتكم ما تكونش على دراية بيها، إن شاء الله هنعرفها سوا، ولو عارفينها يبقى برضو زيادة تأكيد للمعلومة. طيب، فعل الأمر كلنا عارفين إن فعل الأمر بيكون دايما في الانفينيتيف، في المصدر، ويكون مكانه في أول الجملة. على سبيل المثال أهو، لو أنا قلت مثلا go there، اذهب هناك، ده فعل أمر، عشان كده هو في المصدر دايما. أو قلت مثلا come here، come here، تعالى هنا، برضو come دي فعل أمر، مكانها في أول الجملة، وطبعا التركيبة بتاعتها في المصدر، يبقى فعل الأمر بيكون في أول الجملة، بيكون في المصدر. طب ده الأمر المثبت. طب افرضنا أنا عايز أنفي، أخليه نهي بدل أمر، أسبقه بدونت عادي، فهقول مثلا بدل ما اقول له توك تحدث هقول له don't talk لا تتحدث، don't talk. يبقى برضو don't تتبع بفعل فين؟ في المصدر، يبقى فعل الامر ياتي في اول الجمله ويكون دائما مصدرا بدون فاعل، بدون فاعل. واذا اردت ان انفيه، لو عايز تنفيه هتحط له don't، stand up don't stand up، go don't go، وهكذا. تمام. في طرق تانية ممكن امر بيها في اثبات او انهي بيها في نفي. في على سبيل المثال، انا ممكن اقول للشخص اللي انا قلت له مثلا study، اقول له always مثلا study، سوري always study، يعني دايما ذاكر. يبقى always في اول الجمله اهي ظرف تكرار، تتبع بفعل في المصدر. يبقى always لو جت في اول الجمله ورا منها فعل لازم يكون مصدر، لان ساعتها الفعل هيكون امر. always study، always follow the instruction، دايما اتبع التعليمات. always listen to your parents او obey your parents، دايما اطيع ابوك وامك او والديك. طيب، ممكن برضو اخليها نفي او نهي، بدل ما اقول always هقول never، بس هقول له never برضو زائد مصدر. لما اقول لواحد مثلا ايه never smoke، ابدا لا تدخن، ابدا لا تدخن، يعني بدل ما اقول don't زائد المصدر هقول برضو never زائد المصدر. مع ان always و never دي ظروف التكرار، يعني ظروف التكرار دي تستلزم الفعل في المصدر مع I و we و you و they، والفعل باضافه طبعا اس او اي اس مع he و she و it. انا بتكلم عن زمن المضارع البسيط، ولكن always و never يستخدما في بدايه الجمله للامر او للنهي ويتبعا بمصدر. always زائد مصدر للامر المثبت، never زائد مصدر للنفي او للنهي او الامر المنفي. طيب، ممكن فعل امر يا جماعه يكون بالشكل ده. لو حد بيأمر حد، مثلا بيقول لعلي come here علي، تعالى هنا يا علي. come here علي، تعالى هنا يا علي. او نجيب علي في اول الجمله كده ونقول له علي come here، يعني يا علي تعالى هنا. طب انا عايز اسال سؤال، هل لو انا شلت الكاما دي كده هيبقى فعل امر؟ يعني لو انا قلت علي come here فعل امر؟ of course not، طبعا لا. لو انا قلت علي come here يبقى الفعل ده شكله طبعا كده غريب. علي ده مفرد غائب، يبقى المفروض لا اما الفعل يبقى اخره اس، لا اما يكون الفعل في زمن الماضي، علي came here. تمام كده؟ تمام. او يكون في از مثلا بعد علي، ثم احط اقول علي is coming، يعني علي جاي، او علي اتي علينا. تمام كده؟ لان كده علي هيكون فاعل. الكما يا جماعه اللي اتحطت هنا ما بين علي وما بين فعل الامر خلت علي منادى، يبقى الكما دي برضو ليها شغل عالي اهو. فلما انا اقول علي come here معناها يا علي تعالى هنا، او ان انا اقول come here وبعد كده علي، يعني قبل علي في كما برضو، يبقى تعالى هنا يا علي. يبقى الكما التي تتبع الاسم بتخلي الاسم منادى اذا تبعت الكما بمصدر. يبقى انا عندي فاعل او منادى سوري، ثم كما، ثم فعل في المصدر، هتبقى دي صيغه امر، هتبقى صيغه امر. اما لو اتشالت الكما ما بقتش جمله امريه، بقت اي جمله تانية، ممكن تكون ماضي، ممكن تكون مضارع. في الحاله دي الفعل ده بيتغير، لان علي مفرد غائب، فممكن ياخد اس كمز، او يكون كم الماضي منها كيم، او اي تصريف تاني للفعل بعيد خالص عن فعل الامر اللي بيكون دايما في المصدر. اتمنى ان انا كنت اضفت حاجه جديده ليكم، ولو ما اضفتش حاجه جديده ليكم الكلام ده انتوا عارفينه، يبقى احنا كده برضو راجعناه مع بعض واتاكدنا منه سوا. لو عجبك الفيديو اعمل سبسكريبشن في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. Good night, sleep tight.